وسط ملعب المباراة. أمامية خطيرة جدا ناحية إبراهيم سانيه، تحويل اللعب من الداخل والتسديد غالية جول! جول هلالي أول من لاعب ليس غريبا على الشباك، ليس غريبا على تعذيب الحراس، لاعب هداف مع المنتخب مع الهلال في كل الأحوال، يعرف طريقه للشباك، تعشقه وتذوب فيه عشقا جماهير الهلال. هو اللاعب اللي ظاهر أمامك على الصورة، اللاعب مدثر كاري. أول أهداف اللقاء، أول أهداف المباراة على الدقيقة 12 من الانطلاقة، ولاحظ التسديدة والتصويبة على يسار الحارس محمد كمال. إيكانجا لاعب الوسط عفوا لك المعذرة والعتبة، ولكن عشق كاريكا عند الجماهير. وسط ملعب الميدان كان أول المبادرين بالتسجيل، المحترف المدفوع من جديد محمد أحمد في كنترول جيد، بيعمل تمرير في العمق، وهنا مرور طيب وجيد وتسديد الجول. يا سلام يا سلام على لاعب فنان، يا سلام على الكنترول، على المرور. يعني أخطأت في اسمك في الهدف الأول ولم تخطئ في الهدف الثاني يا مدثر يا كاريكا. وفي الإعادة نستمتع بالإبداع بالجمال بالكنترول بالمرور بالتسديد. هدف ثاني هلالي هذه المرة. لاحظ، تابع، استمتع. شوف التمرير من محمد أحمد، شوف الكنترول من كاريكا والمرور في واحدة والتسديد على الناحية اليمين والكرة بالمرة. هدف هلالي. أو إلى أقصى اليسار عبد جابر وحيدا. عبده يحاول التوغل ويمر، وهناك مخالفة. المخالفة موجودة على أحمد هاشم جد، مرة وعبر عبده جابر، ولكن تعرض للمخالفة من أحمد هاشم جدو، والبطاقة الصفراء تخرج في هذه الأثناء. إذن مخالفة، هل تكون ركلة جزاء أم أن الحكم يقول أنها خارج المنطقة؟ عموما المدرب عبد المنعم تيا وأمير حسون لتهدئة الخواطر داخل الملعب. احتجاج من جانب لاعبي الساحلي محمد كمال وكندا وعدد من اللاعبين، وحكم اللقاء حافظ عبد الغني. أتمنى أنه اللقاء يستمر كما كان بصورة طيبة وجيدة. إذن ننتظر مواصلة ومتابعة اللقاء اللي حتى الآن يتفوق فيه الضيوف بهدفين. لاحظ هنا في الإعادة مرور عبد جابر، والعرقلة أعتقد أنها كانت خارج المنطقة أم ركلة جزاء. ماذا يقول حكم اللقاء؟ كانت على خط التماس، لكن حكم اللقاء يقول أنها ركلة جزاء. ومن سينفذ؟ إبراهيم سانيه. الهدف الثالث هل سيكون في الطريق أم يفلح محمد كمال في حواره مع سانيه؟ عموما سانيه يعرف الطريق جيدا للشباك، وخطوة وخطوتين للخلف، والتقدم والحوار والانتظار والترقب، وسانيه والكرة في المرمى. إبراهيم سانيه، وثالث أهداف الهلال في مرمى محمد كمال. ثلاثية هلالية حتى الآن على الساحلي، والضيوف يتأخرون. والضيوف لاحظ سانيه بهدوء كبير، وأقصى الزاوية اليمنى لمحمد كمال اللي اكتفى بالمتابعة والرقابة.